مباراة غريبة وعجيبة وكانت صعبة جدا على النادي الاهلي، والحمد لله اصلا ان احنا طلعنا بالنتيجة دي. ده تقريبا يا ابو الكباتن الملعب ده مبني على هياكل عظمية، نتيجة جيدة ولكن مش ممتازة. في مباراة الاهلي ومازيمبي في نص نهائي دوري الابطال واللي انتهت 0-0، رضا والله كنا نتمنى طبعا الاهلي يخرج بنتيجة ايجابية، ولكن الاجواء هناك كانت صعبة جدا، الملعب حق ضيق جدا والجماهير مفيش كرسي فاضي، زائد ان الارضية ترتان مش نجيل طبيعي، وكمان محدش راح الملعب ده وراجع منه كسبان ابدا، كله بيخسر يا ابو الكباتن، والبطل قوي يخرج متعادل. سحر بقى ولا شعوذه الله اعلم. يا راجل ده اخر نادي مصر لعب هناك كان بيراميدز وشال 3-0، مفيش اي نادي مصر سجل هناك ولو حتى هدف واحد. الاهلي طبعا كان بيدافع وبيلعب على الترانزيشن التحولات. طب يا ابو الكباتن الاهلي ضيع فرص، الاهلي ضيع فرصه زي بتاعه رضا سليم مثلا في الشوط الاول، وفرصه كهربا وطاهر في الشوط الثاني، فنقول نتيجه كويسه في ظل الظروف الصعبه اللي الاهلي عاشها دي، وفي ظل كمان الغيابات اللي بيعاني منها الاهلي. ركز بقى معايا في اللي جاي ده ويا ريت الناس ما تزعلش. الاهلي وكولر محتاجين تفويقه، محتاجين صفقات، وغير الصفقات محتاجين تطوير كمان على اللعيبه اللي